قديسة ناس كتيرة جدا ما تعرفهاش، يمكن أول مرة تسمعوا عنها. والأغرب لما تعرفوا إن هي زوجة القديس بطرس الرسول، هي القديسة بلوتيلا. كمان استشهدت مصلوبة. تعالوا نعرف سيرتها سوا. اتقابلت بلوتيلا مع السيد المسيح في بداية خدمته الجهرية، وتعرفت عليه، واتملت نفسها بمحبة كبيرة جدا ناحيته، واتملأ قلبها بالإيمان. وكان الرب يسوع دايما بيستريح في بيتها في كفر نحوم، واللي كان قدام المجمع على طول. وفي يوم شفى أمها من الحمى اللي هي كانت حماة بطرس بعد ما كانت مشرفة على الموت، وده مذكور في إنجيل صلاة الغروب. وبعد يوم الخمسين انضمت بلوتيلا لجماعة القديسات اللي بيخدموا ربنا في فلسطين، وبقت واحدة من أعضاء الكنيسة البارزين جدا. وكانت دايما بلوتيلا بتروح مع جوزها القديس بطرس في كل خدماته، وكانت بتروح معاه في كل مكان. وكان اسم بلوتيلا زوجة القديس بطرس بيتردد في كل مكان من كتر خدمتها وشجاعتها، وقد ايه كانت بتنزل راحة جسمها. وزادت خدمتها نشاط في الأوقات الصعبة، الأوقات اللي اشتدت فيها معاناة الكنيسة وقت اضطهاد نيرون. وبقى في حواليها كتير جدا من العذارى والنساء القديسات، وكان ليها أثر كبير جدا في نفوس آخرين، وكمان كانت سبب بركة كبيرة قوي ليهم. بعد كده اتقبض عليها ووقفت قدام الحكام، فحكموا عليها بأقصى أنواع الإهانات والموت، وراحوا أخدوها الجنود لساحة الاستشهاد. وكان القديس بطرس بيتبع زوجته في كل مكان، وزي ما بيقول لنا القديس إكليمندس السكندري إن زوجة القديس بطرس استشهدت قبله، وإن بطرس لما شاف زوجته متساقة للموت واتحكم عليها بالصلب فرح بده جدا، وفضل معاها وقعد يشجعها ويعزيها ويعرفها هو مستنيها ايه من المجد في السماء، وكمان ان هي هتشوف رب المجد اللي هيكللها وسط الجموع. وراح نداها بطرس وقال لها بلوتيلا اذكري الرب يسوع، وقعد يتكلم معاها كتير جدا. وفي الوقت ده كان الجندي اللي مكلف بحراسة القديسة بلوتيلا من شدة تأثره بكلام القديس بطرس لزوجته بلوتيلا آمن وصار مسيحيا. وفي شجاعة نادرة اتقدمت القديسة بلوتيلا ورفعت ايديها للصلاة، وبعدين راحت ودعت الكنيسة المجتمع حواليها، وراح جندي من الجنود رفعها على الصليب وصلبها. وفضلت النساء اللي حواليها لغاية ما أسلمت الروح، وانضمت لصفوف الشهداء الأطهار، ونالت الإكليل الذي لا يفنى ولا يضمحل. بركة صلوات القديسة بلوتيلا تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة بلوتيلا زوجة القديس بطرس الرسول، ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع سيرة قديس جديد.